بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم ان شاء الله عليكم. طبعا ايضا من خلال تعليقاتكم البعض يسأل عن حجم الغاز. شلون اعرف حجم الغاز بالمنظومة؟ يعني بصورة عامة تقريبا السيارة تاخذ من نص كيلو الى 3/4 الكيلو او كيلو، هاي السيارات الصالون. لكن على اطلاق السيارات، كل سيارات سواء قديمة او حديثة راح تلقى لزقة صغيرة سواء لون اصفر او اخضر بالبونيت دائما، او تلقاها يم باب السائق بس قليل، ماكو حالات، اكثر شي بالبونيت او يم الراديتر يعني. فمجرد ما راح تفتح بونيت السيارة على ايدك اليسرى باوعليه لفوق، اذا كان مغلف لا راح تلقاها بالطرف يعني. راح تلقى نوعية الغاز اللي هو 134 اي واويل 8، يعني هذا الاويل اللي قلنا عليه هذا الزيت مالته 8، هذه اويل 8 134 بالضبط نفس هالمعلومه. جوا ايش راح تلقى؟ راح تلقى مثلا ناخذ على سبيل المثال النيسان بيك اب، كل النيسانات 0.60 او 65، يعني 0 كيلو 65 غرام من الكيلو، يعني نصف كيلو او شويه اكثر. عندك الافيو نصف كيلو، هواي سيارات تقريبا نصف كيلو 3/4 الكيلو. فانت تشوف ايش قد الحجم مالتها، راح تعرف نوعيه الغاز. اللي يشتغل مضبوط يعني وابو تبريد مضبوط 100% عنده ميزان، بس ما حد يشتغل اعتقد بالعراق او قليلين، انا احكي على العراق. ميزان فتخلي عليه يعني تعرف السياره ايش قد حجمها، وتجيب البطل طبعا اكبر من هذا، اللي هي مثل هذه الدبه، هاي جديده، هاي نوعيه مو يعني افضل نوعيه بس ممتازه. ايضا شوفوا 134 اي، دائما 134 للسيارات 134 اي، هاي حجمها 3 كيلوات ونص. فيخليه على الميزان ويشحن السياره ويعرف ايش قد حجم السياره. فمثلا نص كيلو على الميزان راح يطلع عندنا نص كيلو، راح تبرد السياره. ودائما البي اس اي عندك 30 35 هو اللي يحدد لك يعني انه السياره تبرد، لان دائما الكمبريسر بهالحدود من 30 الى 40 راح يعطيك تبريد ممتاز. فهذا عن حجم الغاز ايش قد انا ادير للسياره غاز. هو تقريبا نصف كيلو الى كيلو. هاي السيارات اللي فريز واحد اللي هي الصالون، الفريزين ممكن تاخذ كيلو او كيلو ونص. مثلا عندك سلفادورات مال سيارات الشرطه تاخذ تقريبا كيلو وربع، يعني انا اتذكر مره كيلو واعتقد يمكن 1600 غرام، يعني يمكن كيلو 600 او كيلو 100 كيلو 200 ما اتذكر، بس هو لو كيلو 200 لو كيلو 1600. هذا السلفادورات مال سيارات الدوله الشرطه. ايضا شاكر لكم، ويا رب لا تنسوني بالتعليقات.